الله وبركاته. طبعا اليوم رجعت لكم بحلقة إضافة سوريا والعراق في بيس 2017. يعني اعذرونا، أنا المفروض البارحة ننزل الحلقة، بس يعني والله يعني صارت ظروف هاي جعلتني اليوم راح أصور. أنا نكمل الإضافات يعني صار لي يومين تقريبا، بس اليوم يلا قدرت أصور. المهم أبدأ الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي لازم تكون أنت محمل البي اس بي ومحمل اللعبة وتحمل الرار. هذا الرار شوفوا، راح أخلي الرابط مع الرار بالوصف والرابط مع البي اس بي بالوصف والرابط مع اللعبة بالوصف. ما يصير أنت أول شي تحمل الملف إذا ما محمل اللعبة. أول اللي تسوي تحمل البي اس بي واللعبة وتتأكد منها تشتغل. إنه بتحمل الرار، هذا الرار تروح عليه، تروح تطب على الرار مباشرة على الرار. وراح أدخل على الملفات أفهمكم كم شي. دخلت على ملفاتي، طبعا أروح على وحدة تخزين جهاز. مثل ما تشوفون هذا ملف مضغوط اسمه إضافة سوريا. راح أشوفكم الاسم الكامل، إضافة سوريا والعراق. طبعا هو هذا الملف ما مضغوط، هذا عليه صح، بس أنا حولته مضغوط حتى أرفع لكم. هذا الملف إضافة سوريا والعراق. إذا تفك الضغط تحتاج الرار، أنت أول ما راح تضغط عليه راح يطلع لك الرار. هذا الرار اللي قلت لكم عليه قبل شوي. تدخلون على الرار، تضغطون على الرار، راح مباشرة أنا يفتح لي الملف إضافة سوريا والعراق. ليش؟ لأن أنا قلت لكم عنده ما مضغوط، قلت لكم الملف عنده ما مضغوط، يعني بس عنده مضغوط عفوا واحد وواحد ما مضغوط. هذا ما مضغوط، هذا ما عندكم. هسه انتم هالشكل راح تدخلون إضافة سوريا فقط، راح تطبون على الرار هالشكل. طبعا استخرج أنا عادي، راح يطلع لكم صورة وملف. أهم شي يعني واحد ما يعرفه هو بس تضغط يعني هيك، بس تدخل انت مباشرة يعني عيد راح تطلع لك يعني كلش سهلة. طب عليه، بس طب عليه يعني شي يسوي خليه يحمل، ما يعني مرة يصير يعني فك ضغط يعني سرعان ما يعني لا جخط ولا عماد. المهم اما تطب عليه الا قبل هيك إضافة صورة يطلع لك صورة وملف. أهم شي لأن الصورة والملف. طبعا لازم تنسخ الصورة، وهسه أنا أقول لك وين توديها. لازم تنسخها، طبعا أنا ما راح انسخها هسه لأن ما راح انسخها وارجع لي ورا راح ياخذني على ملفاتي. شوفوا ما نسخت، وراح اطب على الرار مباشرة. هذا الرار شوفوا راح ادخل عليه منه، اروح على اسم الملف. طبعا انا هنا على اسم الملف وين هذا. شوفوا شكله بالرار يطلع لكم هذا على شكل ملف مضغوط. اخر شي تلقونه دائما الملفات المضغوطة. هذا إضافة سوريا والعراق، شفتوا اطب عليه راح. ايضا مباشرة انسخ اول شي الصورة حتى ما ادوخ انسخ الصورة، ويعني انه برجع انسخها ثاني مرة من البداية. نسخ الى الحافظة، انه ارجع لي ورا بابا وانه ارجع. المهم ارجع بعد اروح على ملف اسمه بي اس بي. انتبهوا اكو بي اس بي واكو بي اس بي هذا ستيت. انتو تدخل على بي اس بي مباشرة وراح يطلع لك. المهم طبيت على البي اس بي هيك يعني شرح اوضح. تلقى دايم بي اس بي ستيت، هذا ثاني واحد. شوفوا بي اس بي ستيت هذا ثاني واحد. تدخلون عليه. شلون تنسخون الصورة؟ اكو فوق هاي العلامة مال الحافظة هاي مؤشر عليها، راح تدوسون فيها راح تنسخ الصورة. يقول لك أنا طبعا موجودة الصورة عندي فما راح انسخها. وأيضا ترجعون تنسخون الملف هذا الأبيض الموجود هناك. شوفوا هذا هم نرجع على إضافة سوريا والعراق. إضافة سوريا هذا تنسخونه، ترجعون على البي اس بي على ثاني وحدة تنسخونه هنا أيضا. بس هنا اكو ملاحظة جدا. طبعا نفس الصورة هاي ونفس الملف. شوف الصورة هاي الصورة، يعني أول ما راح تبدأ هاي أول ما راح تبدي هالشكل اللعبة عندك. هسه أفهمكم أكثر. طبعا الاستوديو طلع، أرجع على الرار. ملاحظة يعني عندك كم صورة، احسب تليفونك 1 2 3
طبعا هاي الصورة وهاي الملف مالها، يعني باعتبار ذن اثنين تحسبون واحد. هاي وحدة صورة وهاي ملف مالها اثنين، أساسا اثنين. هاي صورة وهاي ملف ثلاثة. إذا تليفونك بيه 5 يعني 5 صور و5 من ذني، تمسح اثنين، تمسح صورة وتمسح وحدة منها. وانت إذا تريد امسحهم كلهن. صار راح امسحهم كلهن، راح امسحهم حتى يكون الشرح واضح. مسحتين كلهن، نعم مسحتين كلهن عن الصور. طبعا انا ما اريد الشرح يصير طويل، بس مثل ما شفتوا مسحتين كلهن. اوكي مسحتين حتى تفتهمون. اريد هذا الشرح ان شاء الله يكون كلش واضح. هسه انا من مسحتين راح اروح على اليمين على البي اس بي اشوفكم اللعبة. صار طبعا ما انا اسخن ولا اسخن هاي اللعبة. شوفوا قامت تخربط عندي لان مسحت ملفات رئيسية. هي ما تخربط عادي، راح اطلع واطوفها مرة. بس اخذ لنا منه. راح اوخر البي اس بي فقط، طبعا اللعبة ثاني مرة. يعني كنت عفوا ما موخرها لازم هالشكل. طبعا هي يعني هالشكل، يعني خاف تواجهكم مشاكل. هاي المشاكل راح تواجهكم كلها يعني. شوفوا هاي طلعت اللعبة، هاي ما بيها شي. ستارت وهاي. اشوفكم الخازنة انا باللعبة. نضغط على هاي العلامة الرجوع الى الوراء، هاي بس ضغطوا على اعيدها. هاي اللعبة ما عليكم تضغطون هاي العلامة الرجوع الى الوراء، شفتوها؟ اضغطوا عليها. راح يطلع لكم خزن. انا ما عندي ولا خزن، شوفوا كلهم فارغات. سيف 1 سيف 2 سيف 3 سيف 4 سيف 5. انا ليش قلت لكم لازم 5 صور؟ لان يشيل الخزن فقط 5. شوفوا انا مسحت كلها حتى يكون شرح واضح. راح اجي الصق الصورة، راح تطلع بس صورة هنا وتبقى سيف بس صورة. من انسخ الملف الثاني راح تطلع لود، تدخل عليه. هسه اعلمكم اروح على الملفات. راح اروح عشان طبعا شفتوا الخزن فارغ قدامكم. اخاف بس اروح على الملف هذا، اضافة سوريا والعراق. اضافة سوريا والعراق، انسخ هذا. اروح على البي اس بي، بي اس بي ستيل. طبعا النسخة تشوفوا شكل الصورة. سأروح عليه ارجع انسخ الملف البيلود، نسخ الى الحافظة. ارجع عليه. انتهينا بعد ان شاء الله، خلصنا البي اس بي والبي اس بي ستيت ولصق هنا. طبعا هسه هاي كملنا. اهم شي تضغط هذه لازم، وتسوي اغلاق الكل. هاي مال المخلفات ما نقول اغلاق الكل لازم، يعني هاي راح يبقى يشكل عندكم. هسه اذا دخلنا على اللعبة راح نشوف اللعبة. نرجع للوراء. طبعا هاي الداونلود، طبعا هاي البيج. شوفوا قبل راح ارجع لي ورانا هسه. شوفوا صار عندنا خزن ثالث وحدة. شفتوا كانت ما موجودة. نسوي لها لود ساعة باعوا مباشرة طلعت. دوس هاي، طبعا تدوس لها ثاني وحدة لود. هاي اذا تمسحها راح يروح عليك الخزن. تضغط، واذا تضغط سيف عادي اعتقد، بس يتم بالضبط عنده دائما. راح هنا تلقي سوريا العراق ومع السلامة. طبعا نسيت اقول مو الا طبعا الخزن ما راح يطلع الا 3 وحدة، يجوز اول وحدة يجوز ثاني وحدة. طبعا عجب الفيديو يعطي لايك، والما صارت عدي والما عجبه يعطي ديسلايك، ومع السلامة.